يا أخي معقولة تصدق البخاري واحد يزعم أنه جمع لك أحاديث صحيحة عن النبي ومتى؟ بعدما توفي النبي ب200 سنة. يعني تخيل أقول لك اكتب لي عن جدك الخامس أحاديث وكلام صعبة. خليك من جدك. أنت لو أعطيتك سر تنقله بحذافير لشخص آخر أكيد بتضيف عليه شوية من إبداعاتك. تخيل يتنقلوا السر 10 أشخاص يمكن يصل الكلام مختلف تماما. هل أصابك الشك وأدرت ظهرك لحديث نبيك؟ طيب خلونا نعرف شوية عن قصة تدوين السنة النبوية من بدايته حتى تتضح الأمور وتنجلي بهدوء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة عربية أمية ليست القراءة والكتابة من سماتها. عندك مثلا قبيلة كبيرة مثل قبيلة بكر بن وائل لم يكن لديها رجل واحد يعرف القراءة والكتابة. مكة دخل الإسلام وفي قريش 17 رجلا يكتب. نفس الشيء المدينة، الأنصار كانوا أهل زراعة ولم تكن لهم حاجة إلى الكتابة. من أجادوا القراءة والكتابة لم يكونوا يمثلوا أي نسبة مئوية من إجمالي المجتمع آنذاك. طيب كيف كانت تحفظ المعرفة في زمنهم؟ كان الاعتماد الرئيسي على الذاكرة والتكرار والتثبت والنقل الشفاهي، وساعدهم أيضا خلو حياتهم من الملهيات. ما كان عندهم هذا الكم الهائل من المدخلات والمعلومات التي تستنزف الطاقة الذهنية ووقود التفكير. لم يكن يشغل الصحابة شيء غير القرآن وحديث النبي وبعض أشعار العرب وكلامه. الناحية الأخرى كيف كانت وسائل الكتابة حينها؟ تأمل فيما وقع لزيد بن ثابت وهو يجمع القرآن الكريم. يقول زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، يعني من قطع الأحجار وسعف النخل. وهذه إشارة إلى شحة أدوات التدوين. لم تكن هناك أوراق ولا أقلام، خلا وسائل بدائية يكتبون عليها أهم وثيقة في تاريخ الدنيا كلها. هذه الأسباب وغيرها إذا ما استحضرناها وفهمنا السياق الحضاري نفهم صعوبة التدوين، نفهم لماذا دونوا القرآن فقط ولم يستطيعوا كتابة كل أحاديث النبي. وبالمناسبة دون القرآن ولكن حفظه وتناقله كان بالروايات الشفاهية المتواترة. يعني ما كانش الموضوع أنه كل واحد يأخذ نسخة من القرآن ويقرأ ويحفظ، لا، كتب القرآن لمنع الاختلاف وجمع الناس على مصحف واحد يكون في نسخة يرجع إليها في حال اختلف الناس، ولكي يحفظ أيضا رسمه الإعجازي وكذلك لصغر حجم القرآن. بينما صعب عليهم تدوين جميع أحاديث النبي، ولذلك بقي الاعتماد على الرواية الشفاهية هو الجاري في الأحاديث. طيب هل حصل وأن دونت بعض أحاديث النبي؟ أم أن التدوين لم يحصل إلا على يد البخاري بعد 200 سنة كما يزعم البعض؟ العلامة محمد مصطفى الأعظمي جمع أسماء عشرات الصحابة الذين كتبوا حديث النبي بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته، عندما قال يا عبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وقد كانت له صحيفة اسمها الصادقة تحتوي على 400 حديث نبوي. وأبو هريرة كانت له صحيفة اشتملت على 132 حديثا. سعد بن عبادة، جابر بن عبد الله، أنس بن مالك وغيرهم. تدوين السنة النبوية بدأ منذ عهد الصحابة وظل متواصلا ينقل اللاحق عن السابق بالرواية الشفهية المعضودة بالنسخ في الكتب حتى عصر البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وأقرانهم من أهل القرن الثالث الهجري. وبين أيدينا اليوم عشرات المجلدات المحققة المطبوعة في الأحاديث والآثار، جميعها لأئمة عاشوا وماتوا قبل أن يولد البخاري. ثم ساهم البخاري وجيله من أئمة الحديث في المزيد من التنقيح والتبويب وفقه التراجم وغير ذلك. إذن البخاري هو حلقة من سلسلة طويلة ممتدة بدأت منذ زمن النبي الأعظم ولم تنتهي به. فمن يزعم أن تدوين الحديث النبوي قد بدأ بعد وفاة الرسول بقرنين فهو حتما لم يطلع على التراث الإسلامي. هذه شبهة لا قيمة علمية لها ولا حظ لها في خبر التاريخ. وأخيرا، علم الحديث علم راكمه مجموعة من خيرة العقول المسلمة على مدى قرون. قرأوا قول الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فاستنتجوا أن ما تلي منه القرآن وما لم يتلى منه فهو السنة، فوجدوا أنفسهم أمام مسؤولية وأمر إلهي بالاعتناء بسنته، فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها، فأتحفوا علم الحديث بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا. كما يقول أسد رستم أحد أشهر علماء التاريخ في القرن العشرين وهو عالم مسيحي. وإذا ما عدنا إلى القرآن فالمسألة محسومة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. السلام عليكم.